السلام عليكم إخوان، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناة جينيس تيفي بالدارجة. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على شروط مباريات توظيف المديرية العامة للأمن الوطني بالنسبة لحراس العمل. كتنبيه، هذا حاليا راه مازال ما خرجش الكونكور، ولكن غير تذكير بالنسبة للإخوة اللي يلاه شدوا البكالوريا، ولا بالنسبة للإخوة اللي عندهم استدراكية الله يوفقهم إن شاء الله ينجحوا شدوا البكالوريا ديالهم وبغاو يدفعوا لا دفع راس الامر، ولا بالنسبه للاخوان اللي ديجا عندهم البكالوريا وباغيين يلتحقوا بجهاز الامن. على بركه الله ان شاء الله اليوم غادي نهضروا غير على شروط الحراس الامن. بالنسبه للسن كيتراوح ما بين 21 سنه و 30 سنه على الاكثر، يعني خصك تكون محقق تكون عندك 21 سنه، ما تكونش قل. بالنسبة للقامة، الذكور متر وثلاثة وسبعين، الإناث متر وسبعة وستين. تكون الحالة الصحية مزيان، تسمع مزيان، دونك تكون الحالة البدنية ديالك مزيانة، ما يكونش عندك سوابق عدلية، المستوى الدراسي شهادة ديال البكالوريا ولا شهادة اللي كتعادل شهادة ديال البكالوريا، شهادة معترف تكون داير لها المعادلة ديالها، يعني كتعادل كتوازي شهادة البكالوريا. بالنسبة للطريقة ديال التسجيل، كتسجل في الموقع و وسميتو الناس اللي تسجلوا بالموقع يهزوا الوريقة ديالهم، يعني كاع داك الوراق اللي غادي تجمع ديال الدوسي ديالك كتهزهم وديهم لولاية الأمن اللي دفعتي ليها، ديال داك المدينة اللي دفعتي ليها. بالنسبة للناس اللي ساكنين في القرى المجاورة للمدن، بالنسبة للاختبار كاين موضوع عام والإجابة عن أسئلة متعددة على شكل QCM، هي إما في العلوم القانونية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا السياسية ولا التدبيرية ولا العلمية ولا التقنية ولا الأدبية. المهم يقدروا يحطوا أسئلة في هاد المجالات هادو كاملين. الامتحان مدة ساعة واحدة، المعامل ديالو جوج. بالنسبة كيقول لك تخضع ملفات ترشيح لمختلف المباريات المفتوحة لولوج مختلف أهداف موظفي الأمن الوطني عملية انتقاء أولي، ولا يستدعى لاجتيازها إلا، يعني اللي غيعيطوا له إلا اللي قبلوا، يعني موراها تيبدا التعياط. راه الإخوان كيكونوا عارفين اللي ديجا دفعوا قبل، فاش كتبدا التعياط يعني كيعيطوا للناس باش يدوزوا فيشي من طرف لجنة الانتقاء. هاد اللي لا يقبل لعمل حتى واحد الناس، يعني إلا كان شي واحد يعني فيه هاد الشروط هادو راه ما عمرو يتقبل ولا ما غاديش إلا كان مصاب بمرض ولا عاهة، المهم كتأثر له على القدرة البدنية ديالو ولا العقلية بالنسبة باش يدير المزاولة ديال النشاط العملي سوا بالليل وسوا بالنهار، داكشي ولا سيما التمدد الوريدي في السيقان بالنسبة للرجلين، والإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل والمرض العقلي الذي استلزم علاجا سميتو إحدى مؤسسات الأمراض العقلية، ولا بالنسبة للحنجرة ديالو عنده مشكل في النطق كيتمتام ولا عنده مشكل الصوت ديالو مرتاح، يقدر ما يتقبلش ولا ما غاديش هاد السلك ديال الأمن الوطني. عنده اضطراب في السمع، اضطراب في النظر ديالو، ولكن كاينين حالات خاصة. قالك يجوز للمدير العام للأمن الوطني في حالات استثنائية أن يخالف الشروط، يعني يقدر ما يكونش فيه هاد الشروط ويقدر يلتحق. وراه شي وحدين كنشوفوهم في السلك ديال الشرطة ولا السلك ولا في السلك ديال الدرك الملكي ولا الأجهزة الأمنية كاملين، كتشوفوا شي وحدين حسب المعلومات اللي عندنا حنا على داك الجهاز كنشوفوا ما فيهش داك الشروط، ولكن راه المدير بالنسبة لجهاز الأمن الوطني، المدير العام للأمن الوطني عنده الحق يدخل واحد الناس
واحد الحالات استثنائية. شنو هما هاد الحالات الاستثنائية؟ هذاك السيد دابا اللي عنده داك الإعاقة جسدية ولا يلتزم بكتابة يلتزم كتابةً بالبقاء في خدمة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمدة لا تقل عن 8 سنوات، ابتداءً من تاريخ التوظيف، نهار توظف، نية 8 سنين. يلزم كل موظف يخل بهذا الالتزام، يعني لا ما أو دخل يعني تقبل لكن ما سعفاتوش كيما نقولوا صحتو، يرجع الفائدة للخزينة العامة. المهم ما عليناش هادو حالات خاصة. بالنسبة للإخوان اللي الله يسهل عليهم اللي تقبلوا ولا اللي غادي يتقبلوا، بحال المدة ديال التكوين بالنسبة للحراس العام، كاينة سنة وحدة ديال التكوين بالنسبة للحراس العام، وسنتين بالنسبة للعمداء الشرطة. بالنسبة للعمداء الشرطة ندير حتى هو الشروط ديالهم، وشكون هما الناس اللي عندهم الحق، وشنو هما المجالات اللي كيطلبوا هما. واش ندوزو للراتب الشهري اللي كيتقاضاه رجل الأمن بالنسبة لحالة الأمن. بالنسبة ل2024 اللي كنا فيه 5280 درهم صافية نت. وبالنسبة للبرنامج ديال الزيادة في الأجور اللي دايره الحكومة، الله يجازيها بخير على هاد الزيادات اللي كثرات فيهم بزاف، اللي هو 6280 درهم بالنسبة ل2005. اللي عنده شي إضافة الإخوان يزيدها لنا بخير ونهاركم